السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم أحبائي. اليوم رح أعمل التوم باودر بطريقة مميزة بدون فرن وبدون أي إضافات، ولنحصل على لون ذهبي ونكهة لذيذة. ورح أبين بهالفيديو أسهل وأسرع طريقة لتقشير التوم. وكنا عملنا بفيديو سابق اللي عملنا البصل الباودر، اللي بيحب يشوفه بصندوق الوصف. ولتتعرفوا على الطريقة تابعوا الفيديو معي أحبائي، ونبدأ وصفتنا بالصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. عندي أنا هون كمية من الثوم اللي بنعمل منه وصفتنا. أنا هذا الثوم اليابس اللي منخزنه، فمن نرفع منه هذا العود اللي بيكون بالمنتصف، وكمان بنقص القسم العلوي هذا اليابس، وبنحفظه يعني بالمطبخ. أنا مبينة يعني بفيديو سابق عاملة طرق تخزين الثوم اليابس. هلأ بدي أقوم فك هيك حبات الثوم عن بعضها حتى نجهزها لوصفتنا. طبعا نحن خزنا الثوم مثل ما قلت بفيديو عملته عدة طرق لتخزينه، بحيث انه يضل عندنا طول السنة محافظ على قوامه ما تفضى عنا حبات الثوم. رح احط لكم الرابط بصندوق الوصف. وهلا هيك بنتابع كل حبات الثوم نفصلها عن بعضها. وهلا بدنا نجيب مي مغلية ساخنة، بدنا نغمر فيها حبات الثوم. بنغمر حبات الثوم بهالشكل هاد حتى تطرى عنا حبات الثوم، وبغطيها وبتركها لمدة 5 دقايق أو 10 دقايق بالأكثر لحتى تطرى حبات الثوم ويسهل تقشيرها. هلا بعد ما تركتها لفترة معينة وطريت هون عنا حبات الثوم، صار سهل كتير تقشيرها. فهلا هيك بواسطة الإيد بقشرها مثل ما ملاحظين بكل سهولة بدون استخدام حتى سكين. صارت لأنه حبات الثوم طرية، فبقشر الكمية اللي عندي يعني بفترة كتير قصيرة، قد يعني ما كان عندي كمية ثوم بقشرها وبحصل على هالنتيجة هاي ما شاء الله بسرعة. فهي أفضل طريقة لتقشير الثوم إذا عندك خاصة كمية كبيرة. وهيك منجهز حبات الثوم كلها ومنقشرها. مثل ما ملاحظين كتير طريقة سهلة. هلأ حصلنا على هالكمية هي اللي عندي كلها قشرتها وصارت جاهزة لوصفتنا. شوفوا ما شاء الله حبات الثوم كلها بتكون نظيفة ومجهزة للعمل. طبعا هي ميزة العمل بالبيت، انه وقت اللي عم نعمل كله بيكون نظيف وعرفانين جودة المواد اللي عم نستخدمها، فبتطلع عنا النتيجة أكثر من رائعة. هلا بننتقل لطحن أو فرم حبات الثوم. فبمحضرة الطعام حطيتهم وضفت عليهم معلقة كبيرة من الملح الصخري. وهلأ هيك بطحنه. بنطحنه بشكل ناعم، كل ما كان ناعم بيكون أفضل لوصفتنا هي اللي بدنا نعملها. هلأ هيك طحناه للثوم، حصلت على هالشكل هاد مثل ما ملاحظين ناعم جدا. هلأ بصينية بنحط عليها ورقة زبدة جهزناها. نحن هون عملية الثوم الباودر اللي بنعمله معتمدة على التجفيف بالشمس، وهي أفضل أنواع يعني التجفيف دائما معروفة هو التجفيف بالشمس. فأنا بدي أحط مثل ما ملاحظين هيك بدي أعمل طبقة رقيقة من الثوم اللي هرسناه، بمده على ورقة الزبدة. وطبعا ورقة الزبدة هون ضرورية بتساعدني كتير بالتجفيف وإنه ما يلتصق الثوم مثلا بالصينية أو غيرها. وطبعا احنا كنا عملنا بفيديو سابق البصل الباودر بطريقة مشابهة، ومثل ما شفتوا الفيديو يعني حصلنا على نتيجة بجد رائعة ونكهة مميزة. فهلا عم نعمل الثوم بطريقة مشابهة له. هلا هيك عملته كله فرد مستوى وبدي طالعه للخارج للشمس. هلا حطيناهم تحت أشعة الشمس، وطبعا بنراقبه دائما، التجفيف بالشمس بده مراقبة. هلا بعد يعني كم ساعة قسيت عندي الطبقة الخارجية، بدأت تجف، بس لسه من الأسفل طرية. فما بنلقى هلا حتى بعد عدة ساعات أخرى بنلاحظ إنه يعني جفت أكتر ويبست وصارت هيك إذا عملتها يعني بترتفع عندي مثل ما شايفين، مثل ما أنا بمساعدة ورقة الزبدة بتساعدنا كتير.
صار يرتفع عندي شرائح الثوم، هيك بقطعها بهالشكل هاد، لأنه القسم الأسفل بيكون لسه فيه رطوبة، فأنا بدي أقلب القسم السفلي أعمله للأعلى مثل هالشكل هاد مثل ما ملاحظين. هيك صار عندي هذا. طبعا هي صار عندي هذا باليوم الثاني وقت لأنه عم يبس هيك شوية، بس لسه مثل ما قلنا القسم الفوق الأعلى صار الرطب عملناه للأعلى عشان تجي عليه أشعة الشمس، وبتركه هيك حتى يجف تماما ويقسى. هلا دخلته بالداخل بعد ما نشف تماما. شوفوا كيف صار يتكسر معي بالايد، لازم اوصل لهالمرحلة هي، يتكسر تكسير بالايد مثل ما ملاحظين، وصار له هيك صوت، يعني هيك جف تماما ويبس، وهي المرحلة اللي بدنا اياها لازم نوصل لها. هلا بقى بدنا نطحنه على شكل ناعم، فبطاحونة التوابل يعني بوضعهم على شكل دفعات. بوضع شرائح الثوم وبطحنها بشكل ناعم لأحصل على القوام اللي يعني اللي منريده. فهلأ هيك على عدة دفعات عملت يعني عدة مرات حصلت على هالشكل هاد. شوفوا ما شاء الله بكل سهولة انطحنت عندي حبات شرائح الثوم لأنه كانت جافة ويابسة تماما. شوفوا على هاللون الذهبي اللي حصلت عليه، بجد ولا أروع. حتى هو وقت اللي حطيته بالشمس ما غير لونه، مثل ما لاحظتوا كيف ضل لونه أصفر فاتح جدا، كتير كان لونه حلو ولا غير أبدا. وهلأ هيك بعمله على شكل دفعات، بتابع كل الكمية اللي عندي وبحصل على هالثوم الباودر الرائع. والنكهة ما شاء الله نكهة الثوم الأصلية، يعني رائحته أبدا الثوم الأصلي اللي مثل ما نحنا قشرناه وعملناه على ايدنا. هلا بعدها بدي بعبيه بمطربان لانه لتخزينه، فبحطه بمطربان وبحتفظ فيه. مثل ما ملاحظين هيك اذا طالعنا منه قوام رائع، اللون كمان ذهبي، نكهة مثل ما قلنا نكهة مميزة، مثل ما يعني قلنا انه كله عملناه على ايدنا، وما مثل الجاهز ما بنعرف شو بيخلطوا معه شو بيحطوا اضافات. ما حطينا له اضافات غير وقت اللي طحناه حطينا بس معلقة ملح الصخري. فبجد ولا اروع من هيك. حصلنا على كمية وفيرة، طريقة سهلة بالشمس. وأنا في عندي كمان فيديو للثوم الباودر عاملته بقناتي بدون الشمس، داكي على الغاز. بجد كمان طريقة رائعة للي ما عنده شمس. بنصحكم كتير انه تجربوا هالطرق، وكله رح احط لكم اياهم بصندوق الوصف. عجبتكم هالوصفة لا تنسوا حبايبي اللايك للفيديو والاشتراك بالقناة، وشكرا كتير لحسن المتابعة.